بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتور سامي انديل، استشاري علاج الالم والمشرف العام على قصر الشفاء. احنا النهارده هنقدم لكم مفاجاه بمعنى الكلمه، واحنا الحصريين اللي عاملينها في مصر بس. المفاجاه وهي ان احنا قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نزرع غضروف جديد في الركبه. الطبيعي ان ربنا خلق لنا الركبه بالشكل ده، العظمه الساق اللي تحت وعظمه الفخذ بينهم غضروف اللي هو ده. فلما بتتحرك العظمه وبنمشي بيها ما بيبقاش فيه اي الم، لان دي منطقه جيلاتينيه فيها سائل سلالي بتمنع الاحتكاك مع العظمه دي مع العظمه دي، واصبح الركبه طبيعيه. للاسف لما بتحصل خشونه وبتبقى درجات عاليه بيجي الغضروف ده متاكل تماما واصبح مش موجود، فبتبقى العظمتين على بعض. حضرتك لا تتخيل قد ايه الالام والاحتكاك ده بيعمل الم رهيب جدا، وجذور الاعصاب واطراف الاعصاب اللي هنا بتبقى مكشوفه فبتعمل الم. احنا بفضل الله قدرنا نتوصل عن طريق النانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي ان احنا بالبلازما الجيلاتينيه ان احنا هنكون غضروف. ده اللي بيحصل بالظبط جوه ركبه الانسان اللي احنا بنحقنه. زرعنا الغضروف فعلا بمعنى الكلمه. ادي الغضروف اللي احنا البلازما الجيلاتينيه لما اتحقنت خلاص تحولت الى ماده جيلاتينيه وبقى فيه غضروف، والعظمه اللي بتتحط عليه خلاص ما بقاش فيه اي الام بتنزرق على بعضها، لان حاسس تحت ايدي اهو موجود. وده بياكد ان احنا الحمد لله العظيم ماشيين في الطريق الصح. واقدر اقول ان احنا بقى عندنا زرع غضروف. يعني ايه؟ يعني الغضروف اللي اتاكل ده اصبح موجود تاني اهوت. وايه اللي بيحصل اكتر كمان كده؟ خلايا الغضروف دي اللي احنا عملناها بالبلازما الجيلاتينيه بتبدا تلتحم مع العظام وتعمل غضروف بجد.